السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجو الساقع اللي احنا فيه ده بنبقى محتاجين بقى اي حاجة كده ننقنق فيها مع كوباية شاي او شاي بلبن بيبقى طعمها حلو كده. النهاردة هعمل لكم حاجة من الحاجات دي وهي بسكوت اليانسون. وصفة سهلة جدا وبسيطة بس نتيجتها خطيرة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، بس في البداية نشترك في القناة وفعل الجرس، ولو الفيديو عجبكم نضغط اعجاب. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكوناتها سهلة جدا، أنا هعملها في الخلاط. عندي 4 بيضات ومعاهم باكت من الفانيليا أو معلقة من الفانيليا السايلة. وبعد كده عندي كوباية من السكر، ممكن نزود أو نقلل على حسب ما انتوا عايزين، ممكن نستخدم كوباية إلا ربع أو كوباية وربع، دي حاجة ترجع لكم. وبعد كده عندي كوباية إلا ربع خليط الزيت على الزبدة، يعني حطيت نص الكوباية زيت وبعد كده ربعها زبدة، وبعدين نضربهم بقى في الخلاط كويس جدا. وفي المرحلة دي هنحط بقى رشة صغيرة من الملح، وبعد كده نحط بقى اليانسون بتاعنا. اهم حاجه ناخد بالنا من اليانسون لو انتوا جايبينه فرط، لان بيبقى فيه حسوات كده وبيبقى مش نظيف. انا طبعا غسلته وصفيته وبعدين حطيت حوالي معلقتين كده. وبرضو ده اختياري، عايزين تزودوا براحتكم، لو انتوا حابين اليانسون يبقى اكتر مفيش مشكله، بس المعلقتين بيبقى مظبوط جدا. وبعد كده عندي كوبايتين من الدقيق، هنحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده ناخد الخليط بتاعنا، احنا مش مستخدمين حليب ولا اي حاجه خالص، فعشان كده هنحس ان الخليط بتاعنا ده هيبقى تقيل شويه، مش زي الكيك بس هو هيبقى قوامه تقيل شويه. ننزل بقى بيه كده ونقلبه كويس جدا، بس ناخد بالنا منقلبش كتير عشان طبعا ما نفعلش الجلوتين اللي في الدقيق ويبقى يشد معاكم اكتر ويتقل اكتر. فنحاول ان احنا اول ما الدقيق يختفي كده هنوقف ضرب على طول. وبعد كده في صينية بقى ونحط فيها بقى ورق من الزبدة وندهنها دهن من الزيت. اهم حاجة بس ان ورق الزبدة نبتدي ان احنا نقصه بس من الجناب، نديله بس بالمقص كده قص، عشان لما نيجي نحطه في الصينية هقول لكم ازاي، هقول لكم الفكرة دلوقتي. انا بس بديله قصة كده، يعني قد عقلتين صباع كده. وبعد كده نحط بقى ورق الزبدة بتاعنا وهنبتدي بقى شايفين نسكنه في بعض كده بالطريقة دي، عشان لما نيجي بقى نخرج البسكوت معانا يطلع بسهولة، شايفين، وما يبقاش واقف بقى ولا يبقى الورق بتاعي مظبوط بالشكل ده كده. وبعد كده هنحط بقى دهنة صغيرة من الزيت عشان برضو نأكد ان هو ما يلزقش، بس هي كده كده ان شاء الله مش هتلزق، بس في ساعات ورق زبدة مش بيبقى حلو، فانا بتجنب كده وبدهن دهنة صغيرة من الزيت. وبعد كده بقى ننزل بالخليط بتاعنا ده، شايفين هو قوامه تقيل شوية، فهو ده القوام المظبوط زي ما قلت لكم، لان احنا مش حاطين حليب ولا اي حاجة خالص. هنبتدي بس ان احنا ننزل بقى الخليط بتاعنا كله ونسويه بقى في الصاج بتاعي. بالطريقة دي طبعا مقاس الصاج ده 30، فيعني ما نزودش عن كده ولا نقلل عن كده، يبقى هو المقاس ده مظبوط جدا للكمية دي. نديله بس خبطتين كده بعد ما نسويه، وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما نحس ان هو استوى بس ما اخدش لون. يعني شايفين هو اخد اللون اللي هو الفاتح مش لون الكيك بتاعنا العادي، طلعته قبل ما ياخد اللون الغامق بالشكل ده. هسيبه بقى يبرد شوية، خرجته من الصاج وهسيبه يبرد شوية. بعد كده بسكينة بقى مشرشرة هنبتدي ان احنا نقطعه، لان احنا هنسويه مرة كمان. هنبتدي بقى ان احنا نقطعه من النص كده، نقطع القالب ده لنصين، وبعد كده كل نص بقى نبتدي نقطعه لشرايح صغيرة. شايفين هو هش جدا وحلو قوي، وبعدين ريحته حلوة قوي باليانسون، خطير بجد. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها بالترانشات كده صغيرة، يعني مقاسها ما يبقاش تخينة قوي ولا رقيقة قوي، يبقى معقولة كده، يعني حوالي سنتي كده او اقل بالشكل ده. بعد كده هقطع بقى، بعد ما قطعتها الكميه كلها هجيب الصاج تاني اللي انا خبزت فيه، بس انا طبعا استخدمت صاجين صاج كمان لان الكميه ما شاء الله كانت كبيره جدا. وبعد كده هنبتدي نرصهم بقى بالشكل ده، وطبعا الفرن شغالينه برضو على درجه الحراره ال 180 العاديه، عشان برضو ما ياخدش لون يتحرق، وفي نفس الوقت عايزاه يقرمش معايا ويبقى طالع معايا كده ايه، مقرمش وحلو. شايفين الجمال ما شاء الله. عمل الصاجين دول هبتدي احطهم في الفرن بقى لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح. لو عايزين تغمقوها اكتر من كده مفيش مشكله، يعني درجه اللون دي ترجع لكم، بس مجرد ما هتحطوها في الفرن شويه كده نص ساعه كده على نار هاديه، هتلاقوه قرمش معاكم جميل جدا. ده بقى يتخزن معاكم، عايزه اقول لكم بيقعد وقت طويل جدا في اي علبه بلاستيك، وبيتحط طبعا بره التلاجة عادي جدا على الرخامه، وبيقعد معاكم وقت كبير جدا طول ما انتم منشفينه كويس، ما تقلقوش عليه. وبجد حاجة وصفة حلوة قوي وسهلة وفي نفس الوقت نتيجتها هايلة.
جربوها بقى كده مع كوباية شاي بلبن ولا كوباية شاي، خطيرة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.